احنا نزلنا بالليل. تاتا. بصوا حبيت اصور لكم عشان نوثق اللحظه دي، لان دي من النوادر اللي احنا بننزل بالليل. حياتي في تركيا نهاريه بس الليل ده ما بنشوفوش خالص. النهارده يوم من النوادر، رايحين نشرب الشاي عند اصحاب فولكان. المهم فطرنا ونزلنا على طول. الجو بصراحه برد احنا ما بنخرجش بالليل فما كناش عارفين ان الجو برد كده. قرموط. داود بيقول لي في قرموط اللي هو كمثرى وقرموط ديلكي. بابا نرد بك بابا نرد. والكار راح فين؟ اهو جليزار اهو هناك gel. Tamam alacağım. Dönerken alacağım. المهم عايزه اقول لكم بصوا، يعني هتلاقوا الدنيا كلها تعتبر اصلا مقفله. تركيا اصلا يعني اخرها 9 يوم ما محل يقعد لحد الساعه 10. بطرفها تمام. المهم جينا غلط هننزل تاني، وكان قال لي كان الشارع اللي تحت. المهم فحبيت كده اوريكم يعني لقطه من سيلبري بالليل عشان اكيد انتوا كمان ما بتشوفوهاش معايا. فولكان مختلف عليه الشوارع، مش بقول لكم، وده عشان ما بننزلش بالليل لو كنا بالنهار كان عارف الطريق. المهم ne buldu? كيدي. داود بيقول لكم لا قطه. بس تحس ان الشارع ده عامل زي الشارع اللي هو المركز بتاع جمشانة، قريب كده منه شويه. بص بقى، دي هصور لها لكم خطف كده. عارفين دي بقى دي القهوه بتاعت الشاي شفتوا زي القهوه عندنا مثلا في مصر، دي هنا القهوه برضه اهي. ده محل مكسرات ومقبلات. انا حاسه ان فولكان تايه مش عارف الطريق فين ماشيين احنا كده وخلاص، بس ادينا بنغير جو ادينا بنشوف في الشوارع بالليل. من ضمن الحاجات اللي بتخلينا برضو ما ننزلش بالليل او ما نعرفش، هنشوف احنا دلوقتي جينا وعرفنا نيجي واحنا مروحين مش هيبقى فيه مواصلات. يعني المنطقه اللي انا ساكنه فيها الدولموش او الميكروباص لحد وقت معين، تقريبا 9:30 او 10 اخره برضو. فوقتها بقى نرجع نركب تاكسي ان شاء الله. حلو الكوافير ده، بصوا شكله حلو على الشجر. يلا يا دودو احنا تايهين عايزه اقول لكم ان احنا تايهين انا مش عارفه فولكان شكله مش عارف البيت. يلا يا دودو. بص بقى داود لابس لكم الكاب دلوقتي يعني ما لبسوش بالنهار لبسوا بالليل يلا يا جماعه كده احنا وصلنا. بصوا عاملين اسانسير للناس اللي هي عشان الكرسي، لان بصوا طويل. فكرة حلوة جدا. المهم احنا اخيرا وصلنا بقى. güzel. Tata. الجو برد soğuk. Dondu çocuk ya. Evet. İnşallah hasta olmaz. Biz yetişin geceye çıkmadığımız için bilmiyorum. Akşam o kadar Arada soğuk olur. çıkarsınız işte öğrenirsiniz. Öğrendik şimdi. Araba olmasaydı her gün çıkardınız. İnşallah. Tata. Hocalık. Evet. Ne yapıyorsun Davut? Hadi basıyorum. Nereye basayım? Basma. Yürüsem. Bakacağım. Elim yoruldu. Yoruldun mu? Hadi yiyin bakayım. Ben çorbada karabiber döküyorum ve yiyorum. Gerçekten mi? Evet, çok güzel. Hadi afiyet olsun, yiyin. Güzel mi Davut? Beğendin mi? Evet, yaşa. Turşu mu var?
Tamam, afiyet olsun. Şuradakiler turşu. Evet. Seviyorsun sen ama. Bunlar turşu. Evet. Efendim. Bebek ağlıyor değil mi? Ay. Davul, bebek niye ağlıyor? Nasıl yani? Aa, onlar sensiz mi yiyorlar? Hayır Davul, o daha bebek. O daha bebek. Bebekler de meyve yer. Büyüyünce, şimdi değil. Yiyorlar. Yemezler. Senin gibi dişleri yok. Nasıl ısıracak, nasıl yiyecek? Bak Davud'a bak. Çok mu? Komple küçük mü vereyim? Ama o kaşıkla yenir sanki değil mi? Neyse şöyle yapayım. İstediğini alsın. Yok biz çatal verir yeter. حبايب أمونة، احنا في بيتنا وفي مطبخنا وهنيجي على بوتاجاز بقى. بصوا بقى، احنا النهارده الفطار بتاعنا حاجه بسيطه خالص، مش هتاخد وقت مني. لسه قدامنا وقت حلو على الفطار. بصوا انا جهزت فراخ، نفسي ان انا اكل فراخ، عايزه اكلها فراخ بالرز زي يعني الكبسه. فقطعت خضار عندي، طماطم وبصل وبشرت الجزر، وغسلت الفراخ بتاعتي كويس وسايباها بتتصفى. بس مش هعمل الاكل دلوقتي لان زي ما بقول لكم لسه قدامنا وقت حلو على الفطار. ولكن هعمل ايه بقى؟ بصوا دي كنافه. فاكرين انا من كام يوم لما عملت الكنافه كان بقول لكم ان عندي يعني نص كيلو، مقداره كبيره على الصينيه اللي عندي. فكنت شلت الحبه دول منه ما حطيتهمش وشلتهم في الفريزر، وقلت ابقى اعملهم مره تانية. فبصراحه لقيت حد جميل من حبيب امون قال لي ايمان طب ما تجربي انك تعملي جلاش بالكنافه. عايزه اقول لكم انا اول مره اعرف ان الجلاش بيتحشي كنافه. ممكن اكون اكلته بس ما كنتش اعرف ان الحشو دي بتكون كنافه. وقدامي بقى عايزه اقول لكم بقى على اليوتيوب عماله تطلع لي وصفات الجلاش بالكنافه. يعني يمكن لما دخلت واتفرجت على الوصفه وحسيت ان هي جميله ازاي، رحت اتشجعت بقى مع كلامكم كمان وقلت هعملها النهارده. بصوا يعني هم دول حبه صغيرين، فانا بصراحه هعمل النهارده صينيه صغيره خالص على قد الكميه ديت. ورحت السوبر ماركت اشتريت بقى الجلاش لان ما كانش عندي، ويعني يمكن اعمل البايركس صغنن خالص لان هي زي ما بقول لكم كميه الكنافه مش كتيره. طبعا انا هعملها ايه دلوقتي؟ انا كنت مشرباها بالزبده اصلا، بس هفضل دلوقتي اقلب فيها احمصها واحط عليها معلقه من سكر البودره، واحط بعد ما تتحمص نحط عليها بقى مكسرات اللي عندي. كان عندي عين جمل كسره كده واحط عليها، يبقى دوت ايه الحشو بتاع الجلاش بتاعنا. اول مره اعمله بس يعني شفتوا شكله حلو قوي. وهنا عشان اعمل الشربات عايزه اقول لكم لقيت اخر كوبايه سكر عندي، فبما اني هعمل بايركس قليل فان شاء الله كميه الشربات تكفي. بس يعني قلت اخدكم معايا في التفاصيل البسيطه بتاعت النهارده. بقالي تقريبا داخله على ربع ساعه بشوح في الكنافه زي ما انتم شايفين بتتحمص وبدات خلاص تتحمص، بس انا هخليها تتحمص اكتر. وغالبا دلوقتي انا هحط فيه على الشربات زي ما قلت لكم عملت كميه قليله لان هي اصلا الصينيه اللي عاملها قليله واخر كوبايه سكر. وهنا ضربت المكسرات عشان كده يعني هي حلوه هتبقى مكسرات، واضاعف شويه كميه الحشو عشان على قد ما نقدر نعمل الرول بتاع الجلاش. ده بندق على عين جمل. اخلصهم بس عايزه اقول لكم مش هقدر طبعا اسوي الجلاش الا بعد الفطار لان مش هيكون لي ان الشربات برد خالص. دايما بيكون الحلويات يقول لك ان يكون الحلو سخن والشربات ساقع، فممكن اسويها بعد الفطار بقى كده وقت ما نيجي نشرب الشاي. نخلص بس دول الاول وبعد كده نبدا ان شاء الله نطبخ اكلتنا سوا. بصوا انا جربت وعملت واحده لفيت واحده الموضوع مشي تمام. احنا عندنا هنا الجلاش في تركيا رفيع يعني ارفع من بتاع مصر قوي، فاجباري لازم تبقى يعني طبقتين. اغطي كده الجلاش عشان ما ينشفش مني. هنا بقى سيحت الزبده. وبصوا وهاتني
كده زي ربع ورقه الجلاش. الحشو بتاعها اهو هدي شويه، وحطيت عليه المكسرات. بسم الله. النهارده تجربه لو طلعت حلوه نبقى نعمل صينيه كبيره. هلف بقى رول، بس ايه يبقى ماسك شويه. ده ودو جلوزر بيلعبوا. بصوا عشان انا هي طبعا يفضل لو تتحط في الصينيه كده على طول، انا ما عنديش صينيه الحجم ده، فانا هقطعها من دلوقتي. بسم الله. يعني رول الجلاش قطعته 4 الحجم ده. ايوه انتوا شايفين. احطهم بقى ايه في الصينيه بتاعتي. دلوقتي بقى هنحضر الاكله الجميله. عايزه اقول لكم انا النهارده معرفش ليه جعانه جدا. اول يوم في الصيام اكون جعانه كده. مهم بصوا انا جبت الحله، هحط حبه من الزيت، وهحط زبده برضو، معلقه حلوه كده من الزبده، وهنزل بقى البهارات المجففه اللي انتوا عارفينها: ورق اللورة، قرنفل، حبهان، ولومي. وبصوا البهارات اللي عندي، البهارات المطحونه هحط هو بس نوع واحد من البهار. عندي البهارات دي حباب امونه اللي كانوا جايبينها لي. بصوا مكتوب عليه مكبوس قطري. انا قريت المكونات نفس هي المكونات اللي بتتحط على الكبسه يعني. فيها الكركم، فانا عايزه الكركم عشان برضو ايه يدي لون كده. فيها كل حاجه بقى، فيها زنجبيل، فلفل احمر، ثوم، كمون، وقرنفل، قرفه، فلفل اسود، فلفل حلو، جوز الطيب، ورق الغار، هيل، كل حاجه يعني كل حاجه زي البهارات دي بس مطحونه. فهو ده اللي انا هستخدمه. انا الزبده عندي اتقدحت على طول، فهنزل بالبصلايه. عايزه اقول لكم ريحه البهارات اصلا طلعت اهو. يعني دي هتكون تاني مرة انا اعمل الاكلة ديت. انا هحط هي معلقة واحدة كده صغيرة من البهارات اللي قلتلكوا عليها. وهضيف بقى دلوقتي ده كده عايزة اقول لكم ربع فلفلاية حامية. مش هكتر عشان خاطر الولاد، بس دلوقتي نوعا ما الولاد بدأوا يعني يحبوا ان يبقى فيه اكل حامي. نحاول نعودهم عشان احنا اصلا بنحب الاكل الحامي. بصوا يعني ما حمرتش قوي البصله، بدأت كده تاخد يعني لون خفيف. وهنزل بقى بالجزرايه اللي بحطها دي. انا مش عارفه بصراحه انتوا بتحطوا بقى لاصل الوصفه الجزر ولا لا، ولكن انا حسيت ان هي هتخلي الاكل حلو. في نفس الوقت عندي جزر بصراحه قلت اما استخدمه. اخر حاجه هضيف بقى الطماطم، وههدي النار وهغطي عليها عشان الطماطم ايه تدبل. كمان ممكن احط الملح دلوقتي كده معلقه حلوه من الملح. يخلي بس مكعبات الطماطم تدبل شويه. هبدا اعلي النار
تاني وهنزل بالدبابيس الفراخ بتاعتي. بجد ليها حق بالظبط تقول ان الريحه جميله، لان الريحه خطيره مش جميله. المهم احط بقى، انا شوحت شويه، احط كده ميه مغليه. تقريبا بقالي كده نص ساعه سايبه اكلتنا. ما شاء الله ما شاء الله. الفراخ اصلا ما بتاخدش وقت عشان تستوي، بالنسبه لي كده كفايه. هطلعها بقى علشان هخليها تاخد وش كده تتحمر في الفرن بس، وبعد كده نضيف بقى الرز بتاعنا. بصوا لقيت ان انا لسه عندي وقت، فمع اني كنت مكسله بس لما لقيت ان عندي وقت قلت هعمل بقى الصوص اللي بيتاكل معاه اللي هو صوص دقوس. فدي حبتين طماطم ودي واحده فلفل، ان شاء الله يكون حامي يا رب يكون حامي. وده 3 فصوص من الثوم، وقولوا معلقه صغيره من معجون الطماطم. انا حطيت حته من معجون الطماطم وحته معجون الفلفل، وليمون، عصره حلو كده من الليمون. وهحط الملح وزيت زيتون. وشفت ناس بتحط له كزبره ناشفه بس مش عارفه، ما اعتقدش، مش عارفه، ما حسيتهاش الكزبره الناشفه. فانا هعمله هو ده كده وهضربه بقى. بسم الله. اعتقد ان قوامه شكله قوامه حلو، مش محتاج ان انا اضيف ولا حاجه. طبعا مش هنقدر ندوق عشان صايمين، بس قوامه حلو قوي، مش هخففه. بس بقى وقت الاكل اشوف لو عايز ليمون ولا حاجه ممكن ابقى اضيف له. عايزه اقول لكم ان المفترض ان اكلنا تكون استوت، يعني هو شكل استوى بس ان شاء الله ما يكونش اللي في بالي صح. غالبا اللي في بالي صح، وهو ان الميه كانت كتير على الرز بس انا ما كنتش عارفه اعمل ايه. ف يعني عامه حلو حلو. انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله، بس المهم هفضي بقى الرز بتاعي في السيرفيس ونحط بقى الفراخ بتاعتنا، وحمصت كده مكسرات نزينها واوريكم بقى الشكل اليمي في الاخر. وبكده فطارنا يبقى جاهز. ادي الصوص وادي الاكله بتاعتنا بعد ما حطيتها في السيرفيس. حطيت كده مكسرات عليها بس، وهنروح ناكل دلوقتي لان انا النهارده جعت جدا.